هدمت مساجدهم التي يصل عمر بعضها إلى مئات السنين، وأغلقت آلافا منها، ومنعتهم من الصلاة أو الصوم أو ارتداء الحجاب. ورغم أن مخزونهم النفطي ضخم جدا، إلا أنهم يعيشون بفقر في أكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية. فمن هم الإيغور الذين تضطهدهم الحكومة الصينية؟ قومية من آسيا الوسطى يبلغ عددهم 11 مليون نسمة، يتحدثون اللغة الإيغورية المنحدرة من اللغة التركية، وتكتب بحروف عربية، بينما لا يجيد معظمهم الصينية. جميعهم من المسلمين السنة الذين كانوا يعيشون في دولة مستقلة تدعى تركستان الشرقية، لكن الصين احتلتها عام 1949 وغيرت اسمها إلى إقليم تشينغيانغ، ومعناه بالصينية الحدود الجديدة. ومنذ ذلك الحين عملت الصين على نقل أبناء قومية هان الصينية إلى إقليمها الجديد، فأصبح الإيغور اليوم شبه أقلية في وطنهم، يشكلون ما نسبته 45% فقط من سكان هذا الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. إلى جانب ذلك أجبرتهم الحكومة على الاحتفال بالأعياد الصينية كرأس السنة الصينية وممارسة طقوسها التي تتضمن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، لإثبات اندماجهم بالثقافة الصينية تجنباً للعقوبات. لكن ما عقوبة من يثبت عليه عكس ذلك؟ الإرسال إلى معسكرات اعتقال ضخمة أنشأتها الحكومة الصينية بحجة مكافحة التطرف، وسمتها معسكرات إعادة التثقيف. بلغ عدد المعتقلين فيها نحو 1,000,000 مسلم بحسب الأمم المتحدة، بينما يؤخذ أطفال المعتقلين إلى دور الأيتام التي تديرها الدولة. أما بقية العوائل التي لم تعتقل فتخضع لنظام مراقبة بكاميرات توضع في منازل الإيغور وشوارعهم ومطاعمهم وأماكن عملهم، إلى جانب تقنيات التعرف إلى الصوت والوجه وبرامج التجسس التي يجبرون على تحميلها في هواتفهم المحمولة، وأخذ عينات من الحمض النووي لجميع الإيغور، إضافة إلى شبكات من الجواسيس المحليين الذين جندتهم الحكومة للوشاية بهم. فأصبح هذا الإقليم مسرحاً لأشد العمليات الأمنية قمعاً في العالم. فمباركة على الإنترنت بمناسبة دينية كعيد الفطر قد ترسلك إلى أحد مراكز الاعتقال هذه. تعترف الصين باحتجاز من سمتهم المتشددين والانفصاليين لإعادة تعليمهم، واتهمتهم بإثارة الاضطرابات في المنطقة. وقالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إنها تشعر بالقلق إزاء تحول منطقة الإيغور إلى معسكر اعتقال هائل أمام صمت عربي وإسلامي، إلا من تركيا التي اعتبرت ما يحدث للمسلمين في تركستان الشرقية عاراً على الإنسانية. فمتى تنتهي معاناة الإيغور؟